بصراحة اللي بيحصل في الزمالك ده أكبر تهريج، وفي عدم تحمل للمسؤولية من اللعيبة، ومش مقدرين ولا حاسين بقيمة تيشيرت نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. نادي الزمالك ازاي يتعادل مع بلدية المحلة مع كامل احترامنا لبلدية المحلة؟ وما تقوليش احنا بنلعب بالناشئين ولا بنلعب وعندنا مين مصاب وعندنا مين مش موجود. اي لعيب لابس تيشيرت نادي الزمالك يبقى قد التيشيرت، يا اما ما يقعدش في نادي الزمالك لحظه. انت مش بتلعب في نادي صغير، انت بتلعب في اكتر نادي فايز ببطولات في افريقيا القرن اللي فات، ويعتبر نادي القرن لولا اللي حصل يعني. في صفقة عاملها نادي الزمالك، صفقة مدوية هنتكلم عنها ان شاء الله. صفقة هتهز الوسط الرياضي في مصر كله، صفقة بيستناها الجمهور الزملكاوي عشان تغير المود بقى بعد تعادل المخيب للأمان مع بلدية المحلة. وعندنا كمان ماتش السوبر اللي هيتلعب في السعودية بمنتهى، يعني مش عايزين نقول تركي الشيخ عمل ايه. طب احنا كنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك مش عايزين نلعب في السعودية، حقنا براحتنا، بفلوسك يعني بتلاعب نادي الزمالك بره. وازاي مجلس الإدارة وافق؟ طبعا مضطر مجلس الإدارة يوافق عشان خاطر الاتحاد الأفريقي، والموضوع خلص بفلوس. بس أنا كرأيي كزملكاوي وكمشجع زملكاوي، أنا ما أحبش إن السوبر الأفريقي بصراحة يكون في السعودية ولا يكون في موسم الرياض. مش عشان لا سمح الله يعني علاقة جمهور الزمالك بالسعودية مش كويسة، أو علاقة الزمالك بالسعودية أو الخليج عموما مش كويسة، بالعكس شعبية الزمالك في السعودية وفي الخليج رهيبة. من ايام كابتن حسن شحاتة ما كان بيلعب في الخليج، ونجوم الزمالك اللي احترفوا كلهم في الخليج. وطبعا كابتن حسن شحاتة زي ما احنا فاكرين فاز بجائزة احسن لاعب في اسيا، وكان اول لاعب افريقي يفوز بالجائزة دي لما كان بيلعب في الخليج. ولكن الفكرة كلها في شخص واحد هو اللي عامل مشكلة مع جماهير نادي الزمالك، وهو تركي الشيخ. لما انا ابقى مثلا الماتش الاهلي والزمالك شغال والاقي ان تركي الشيخ او اللي داعيني للمباراة دي اهلاوي وبيحتفل بجون النادي الاهلي، طب وانا مش عايز العب عندك ليه بقى؟ بتدفع فلوس عشان تجبر الزملكاويه ان هم يروحوا يلعبوا عندك. باذن الله الزمالك هيكسب السوبر الافريقي، وهيكسبه في السعوديه، وهيكسبه قدام تركي الشيخ. ودي رساله بوجهها لمجلس الاداره وللعيبه وللجهاز الفني، مش مقبول في السوبر الافريقي غير اننا نكسب النادي الاهلي، نرجع بالبطوله من قصاد تركي الشيخ، عشان ده يبقى اكبر رد على اللي هو عمله. هو اجبرنا ان احنا نلعب في السعوديه، واحنا مش عايزين نلعب في السعوديه ولا في موسم الرياض، وغالبيه جمهور نادي الزمالك مش عايزين يروحوا السعوديه. الحاجه المهمه والاخيره طبعا صفقه زيزو. تركي الشيخ مش عايز يسيب الزمالك في حاله، والاهلاويه مش طبعا معروفه النادي الاهلي مش عايزين يسيبونا في حالنا. الدنيا مليانه لعيبه، النادي الاهلي افشخ نادي في الكون، بطل ابطال العالم اللي ما بيخسرش وما بيتعادلش، اللي بيكسب كل ماتشاته وكل بطولاته، ما بنشوفش عروض للاعيبته. يعني مين اللي طلع من الاهلي الفترات اللي فاتت دي؟ قليل قوي، تلاقي تريزيجيه، تلاقي حمدي فتحي، تلاقي لعيبه قليله قوي قوي اللي بتمشي من الاهلي. طب ليه اشمعنى الزمالك اللي حاطينه في دماغكم؟ سمعنا دلوقتي عن زيزو وعايزينه يمشي، وجايبين له عروض من السعودية ب10 مليون دولار، وطبعا عرض خيالي وعرض صعب جدا يترفض. ولكن جمهور نادي الزمالك كله وانا اولهم بنحذر حسين لبيب وبنحذر مجلس الادارة، احمد سيد زيزو بالنسبة لنا خط احمر، ومشيانه من نادي الزمالك هيعمل كوارث. فريق الزمالك دلوقتي 50% واكتر من 50% منه هو زيزو. رحيل زيزو مرفوض بشكل نهائي، حتى لو هتجيب مين مكانه مفيش حد هيملى ابدا الفراغ بتاع زيزو. واشمعنى زيزو اللي عايزينه يحترف؟ طب ما عندك محمد عبد المنعم اهو بسم الله ما شاء الله، عندك حسين الشحات بسم الله ما شاء الله، قفشه، عندك لعيبه الاهلي اهم يا عم، مفيش حد فيهم بيجي له احتراف في السعوديه ليه؟ ولا هم لعيبه الزمالك بس اللي مطلوبين في كل حته؟ رحيل زيزو من مصر خط احمر لجماهير نادي الزمالك، وهيعمل مشاكل وهيعمل كوارث، واحنا مش هنسكت. طب ما تمشي يا عم لعيبه الاهلي. هو الاهلي بسم الله ما شاء الله 3 4 فرق في بعض، مفيش ولا لعيب فيهم جاي له عرض. يعني حسين الشحات